خرج الفنان السوري باسم يخور عن صمته كاشفاً أنباء جديدة عن تعرضه للاعتداء من قبل شخص مجهول الهوية. ونشر يخور صورة للخبر الذي تداولته وسائل الإعلام عبر خاصية القصص المصورة في حسابه على إنستغرام، أرفقها بتعليق شكر فيه كل شخص تواصل معه من أجل الإطمئنان عليه، مشيراً إلى أنه يتعرض لحملة تلفيق وكذب ممنهجة، مؤكداً أنه بخير ولم يتعرض لأي مكروه. وعلق باسم يخور بالقول: حملة التلفيق والكذب مستمرة، وهذا الخبر غير صحيح، وشكراً لكل من أرسل لي للإطمئنان. وكان قد انتشر خلال الساعات القليلة الماضية أنباء على صفحات التواصل الاجتماعي في سوريا تفيد بتعرض الفنان باسم يخور للاعتداء من قبل شخص مجهول، إلا أن باسم تمكن من الفرار ولم يصب بأي أذى. كما جاء في الأنباء أن باسم يتعرض بشكل مستمر للتهديدات الخطيرة بإنهاء حياته والخطف، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها باسم للشائعات. ففي عام 2020 انتشر خبر وفاته إثر تعرضه لحادث سير في الإمارات، لكنه نفى الخبر بمنشور على حسابه الرسمي في إنستغرام قال فيه أن بعض الحاقدين والمرضى رجوا ذلك. ولاحقته شائعة وفاة أخرى عام 2021 جراء إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، لكنه لم يرد على تلك الأنباء بطريقة مباشرة، واكتفى بنشر صورة له من حمص أرفقها بتعليق: ألف تحية وتحية من حمص العدية. وفي العام ذاته تعرض لشائعة إصابته مع الممثلة صبا مبارك أثناء تصوير مسلسل ليلة السقوط بالعراق، إلا أن صبا نفت ذلك على حسابها الرسمي في إنستغرام. كما أن البعض روج لشائعة تعرضه لجلطة أثناء تصويره مسلسل تحت الحزام، إلا أنه أكد أنها كانت مجرد وعكة صحية وليست جلطة. الجدير ذكره أن آخر أعمال باسم يخور كانت مسلسل العربجي الذي عرض في السباق الرمضاني الفائت عام 2023، بطولة باسم يخور ونادين خوري وسلوم حداد وديما أندلفت، وأدى يخور فيه دور البطولة أي عبد العربجي، الرجل الفقير الذي يمتلك عربة ينقل فيها البضائع للناس ويتعرض للظلم من قبل أهل الحي الذي يسكن فيه.